السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غزوة بني قينقاع. حصلت غزوة بني قينقاع بعد أقل من شهر من فوز المسلمين في معركة بدر. كانت سنة 2 هجريا، سنة 624 ميلاديا. بدأ حصار المسلمين لليهود في حصونهم من يوم السبت منتصف شوال للسنة الثانية من الهجرة، واستمر لمدة أسبوعين لحد ما نزل اليهود على حكم المسلمين، والكلام ده كان في بداية هلال ذي القعدة. أما بقى عن سبب الغزوة، فقد عاش اليهود في عزلة عن أهل المدينة، وأطلقوا سيل المؤتمرات بإن هم يوقعوا بين المسلمين ويدسوا بينهم المخالفات علشان يقضوا على الدولة الإسلامية. حاول النبي صلى الله عليه وسلم التكلم معهم وجمعهم في السوق بتاعهم، وقعد ينصحهم ويذكرهم بيوم بدر اللي حصل في المشركين، وقال لهم إن هو ممكن يكون مصيرهم زي ما حصل في قريش في يوم بدر. فردوا عليه وقالوا له: يا محمد، لا يغرنك من نفسك أنك قتلت نفرا من قريش كانوا أغمارا، يعني أقل خبرة في الحروب، ولا يعرفون القتال. إنك لو قاتلتنا لعرفت أنا من نحن، وأنك لم تلق مثلنا. شوف بقى الغرور، شوف الكبرياء. وقيل من العلماء إن سبب الغزوة ما حصل لتلك المرأة زوجة أحد المسلمين الأنصار لما ذهبت إلى محل تاجر حلي علشان تشتري حلي له، وذهبت لأحد الصاغة اليهود علشان تشتري. وأثناء ما كانت موجودة في المحل، حاول أحد الشباب اليهود إنه يكشف عن وجهها فنهارت، فامتنعت وأنهته عن ذلك. أم صاحب محل الصاغة أم قايم وقام رابط طرف الجلابية بتاعتها في ظهرها من فوق، ولما جت تقف انكشف جسده. وفضل اليهود يضحكون عليها، وصاحت وطلبت المساعدة من أحد يساعدها. وكان موجود في الوقت ده واحد مسلم أخذته الغيرة على المسلمة، فقام إلى اليهودي فقتله. ولما حاول منعوهم عنها وإخراجها من وسطهم، هجموا عليه فقتلوه. بس الرواية دي بقى في عدد كبير من المؤرخين ضعفوه، ولم يذكر الرواية دي إسحاق ولا الطبري في تاريخه ولا ابن سعد في طبقات، بس ذكرها ابن كثير وابن هشام. ومش موجود خالص في المصادر اسم المرأة المسلمة ولا اسم اليهودي ولا اسم المسلم. أما بقى عن أحداث الغزوة، فقد حاصر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود 15 يوم حتى وافقه على حكمه. وحاول أحد المنافقين التوسط لليهود، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وأجلاهم عن المدينة، واتجهوا إلى شمال الشام، وأقاموا في أذرعات في شوال في السنة الثانية من الهجرة، سايبين وراهم أموالهم وأسلحتهم وحليهم وزينتهم وكل حاجة. وده كان جزاء الغدر والخيانة اللي في طبعهم من زمان قوي. وتم طرد يهود بني قينقاع وإجلائهم من المدينة نهائيا. أما بقى عن موقف حلفاء بني قينقاع، جه للرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بن سلول علشان يشفع له، فجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا محمد، أحسن في موالي. وكانوا حلفاء الخزرج قبل الهجرة. فمشي النبي صلى الله عليه وسلم وقال له تاني: يا محمد، أحسن في موالي. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد كده أدخل يده في ثوب النبي صلى الله عليه وسلم وشد النبي وقال له: يا محمد، أحسن في موالي. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أرسلني. فقال له: والله لا أرسلك حتى تحسن في موالي. منعوني من الأحمر والأسود وأنت تحصوهم في غداة واحدة، يعني أنت مجمعهم كده في مكان واحد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هم لك. يعني زي ما يكون النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له: اشبع بيهم. وكان الصحابي عبادة بن الصامت كان برضه حليف ليهم، بس الفرق بقى ان عبادة بن الصامت اعلن براءته منهم، فقلبه وضوح خالص: يا رسول الله، اني ابرأ الله ورسوله من حلفهم، يعني انا بريء منهم، وأتولى الله ورسوله والمؤمنين، وأبرأ من حلف الكفار وولايتهم. فنزل فيه قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أما بقى عن موقف النبي صلى الله عليه وسلم، فقد اعتبر ما حدث من اليهود خيانة وغدر ونقض للعهد. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم معه المسلمين لمعاقبتهم، فحاصرهم 15 ليلة لحد ما اضطروا للاستسلام وخرجوا، وأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم. صلوا على من قال: أمتي أمتي.